غلت الأسعار على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له سعر لنا يا رسول الله. قال إن الله هو المسعر القابض الباسط، وما أحب أن يطلبني أحد بمال ولا دم. الرسول امتنع من التسعير لأن ارتفاع السعر ما هو بنتيجة تلاعب من التجار حتى يمنع، إنما هو من الله جل وعلا بسبب قلة وجود السلع. إذا كان غلاء الأسعار بسبب قلة وجود السلع، قلة العرض، فلا لأحد فيه دخل، لكن يقال للتجار بيعوا مثل ما يبيع الناس، ما تساوي في الأسواق، لا تضربون بالناس. أما إذا كان غلاء السعر بسبب التجار، تلاعب التجار، يخزنون الأموال وتقل في الأسواق علشان يبيعونها غالية، هذا يمنع ولي الأمر ويجبرهم على أن يبيعوا مثل ما يبيع الناس. هذا هو العدل. نعم، وإلا ما هو من أسماء الله المسعر، ما من أسماء الله، لكن هو الذي بيده الأمر. الغلا والرخص بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يسعر، يعني يقضي بغلاء الأسعار أو برخص الأسعار. نعم.